مامتي، وده طبعا كان مضايقني. كنت اقول لها انت ازاي تلبسي هدوم من هدوم مامتي وازاي تعملي كده؟ كانت تقول لي فيها ايه؟ ما فيهاش حاجة يعني، هدوم اختي ومن ريحتها وانا بلبس مكانها، فيها ايه اللي هيحصل؟ ما فيش حاجة. كنت اسكت واعدي، وفضل الحال يمر على كده. وكده كان مامتي يعتبر بقالها 7 شهور متوفية. فضلت احاول ان انا ابقى كويسة، بس برضه غياب الام لا يعوض، وحقيقي شيء يكسر الظهر. وكنت حزينة قوي، وفي نفس الوقت كنت شايفة من جانب تاني ان خالتي بتحاول تقرب من بابايا، لحد ما اتصدمت صدمة عمري لما لقيت ابويا بيقولي ان هو ناوي يتجوز خالتي، وخصوصا ان هي دلوقتي اللي هتقدر تحافظ علينا وتبقى موجودة معانا في غيابه، لان للأسف شغل بابايا بيبقى في نصاص الليالي، وبيبقى سايبنا للأسف طول اليوم. وطبعا بيبقى عايز حد معانا علشان يقدر يطمن، وخصوصا اني انا الكبيرة وليا كمان اخ صغير، فدايما بيبقى عايز يطمن علينا وعايز يبقى شايفنا مرتاحين. وفي نفس الوقت واحنا لوحدنا ما بيكونش مطمن علينا، بيبقى عايز حد معانا يحتوينا ويرعانا ويبقى دايما في ظهرنا. المهم طبعا انا لما سمعت كده قلت له شوف اللي انت عايزه، انا مش عارفة اعمل ايه. انت حر، حياتك انت وانت اللي هتقدر تقررها. قال لي انا قلت اقولك انا بجد خايف عليكم وعايزها تبقى معاكم وهتعوضكم عن غياب مامتكم. انتوا عارفين مامتكم كانت بتحب خالتكم قد ايه، وخالتكم بجد ست كويسة جدا وما تفرقش عن مامتكم كتير. فانتوا ايه رأيكم؟ ساعتها قلنا له انا واخويا ان احنا موافقين، بس انا من جوايا كنت متضايقة وحزينة. وفعلا ده حصل، وكتبوا الكتاب واتجوزوا. ولما اتجوزها طبعا انا كنت حزينة ومتضايقة، ومش عارفة اتقبلها ان هي تبقى مرات ابويا، او اني انا احسها كأم. وحقيقي مش عارفة انا المفروض اعمل ايه، هل اللي انا فيه ده صح ولا غلط، او اعمل ايه او اتصرف ازاي؟ انا بجد مش عارفة. فقولولي اعمل ايه عشان انا في حيرة كبيرة جدا. دي المشكلة اللي جاتلي النهاردة من صاحبة المشكلة على رسائل الصفحة، وزي ما انتوا سمعتوا مشكلتها بالظبط. طبعا هو الجواز لا عيب ولا حرام، من حق باباكي ان هو يتجوز، ومن حق ان هو يعوض الجزء اللي مامتك سابته للأسف فيه. وطبعا هو اتجوز واحدة خوفا عليكم انتوا، اتجوز واحدة علشان انتوا ما تكونوش لوحدكم، اتجوز واحدة علشان خاطر تحافظ